وتعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات. جبت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. اللي بيقدم ده ايه؟ طبعا ده الفجر. فهنقول ورا المؤذن كده اهوت وبعدين نرجع لكم تاني. طبعا بنبتدي الفيديو بتاعنا بايه؟ بالمشتريات كالعاده. اوريكم المشتريات اللي جوزي جابها لي. انا طبعا في حاجات كتير بتسقط مني كده، ساعات ببقى مصوره لكم مقاطع وممكن اكررها تاني عشان خاطر ده تقصير مني من كتر ما انا بتاخر عليكم في الفيديوهات. فاي حاجه فيها اي غلطه كده من ناحيتي فمعلش اعذروني وتجاوزوا عنها يعني. جوزي كان جايب لي لحمه كده وباميه، وعملت حبه لحمه كده وعملت حبه باميه وعملت حبه رز صبحين. مسكت الباميه طبعا قمعتها مع نفسي كده اهوت. وهو بيطلب لسان عصفور، اقول له يا ابن الحلال الجو حر، لسان عصفور ايه في الحر ده؟ مصمم ان هو ياكل لسان عصفور مع الاكل يعني. فعملت له شويه لسان عصفور جنب الباميه وجنب حبه الرز وخلاص، والحمد لله كان اللي بالسر عليه. بصوا بقى، اموت واعرف انا مسكت الباميه قمعتها زي ما بيقول الكتاب يعني. بس بعرفكم جايب لي باميه واحده نونو وواحده كبيره جدا. ايه الحكمه من كده يعني؟ زي ما يكون جايبها من عند حق يعني اتنين. فطبعا ما ينفعش اعمل دي مع دي. مسكت اللي هي الباميه الصغيره دي عملتها النهارده في اليوم ده يعني، والباميه الكبيره حجبتها كده وقلت ايه، سخنت لها شويه ميه كده في الكتل وحطيتها على النار يا دوبك غليت غلوه، ورحت ايه حطها في كيس وزقها في الفريزر. ساعات بحتاج لها يعني نشتاق للباميه او كده، بعملهم كده مع حبه رز وخلاص. بصوا بقى، كنت سلقت اللحمه انا كده طبعا سريعا سريعا كده. متعودين ان انا بعمل الاكل ازاي معاكم، بس انا بختصر لكم المقاطع عشان في حاجه مهمه عايزه اكلمكم فيها في اخر الفيديو. فخليكم معايا كده، ما تسرعوش الفيديو، ما تجرهوش عشان خاطر انا عايزه اشكي لكم همي. ادي حبه لسان العصفور. انا بعمل حبه لسان عصفور صغيرين خالص عشان ياسمين عندي مش بتاكل لسان العصفور. انا وباباها بس اللي بناكل يا دوب طبقين كده. انتوا عارفين لسان العصفور بيزيد يعني لما بتحط عليه شوربه، فما بيقعد بيترمي. ما خلاص طالما قمنا من على الاكل ما حدش بيرضى ياكل منه تاني. فبعمل حبه صغيرين كده على قد انا وباباهم وخلاص. وبعرفكم ان اللي بتاع الشفاط صراحه عامل معايا بالصح في المطبخ، وبيعمل يعني نوعا ما بيشفط شويه من الادخنه، وبيشفط شويه يعني بيخلي الواحد مش حران قوي في المطبخ. بحس ان هو عامل جو كده في المطبخ يعني. الحمد لله، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. بصوا بقى، مش هو ده يعني، مش هو ده المغزى اللي انا عايزه اكلمكم فيه خالص في الفيديو. مش الاكل ولا المقاطع اللي انا بصورها خالص. انا اليومين دول في حاله لا يرثى لها، فادعوا لي كده بصلاح الحال، عشان انا صراحه ربنا كل ما اروق الشقه وكل ما خلاص اقول ان خلاص خلصت، لا يا نهار ابيض الدنيا تدربك فوق دماغي تاني. فانا مش عارفه انا هخلص امتى. هقول لكم على حاجه. انا المطبخ بتاعي الالموتال، مش هكذب عليكم، انا كنت عارضاه للبيع لان انا اصلا حسيت ان الناس كده اللي كانوا قاعدين مكاننا كانوا عاملين رخام كده اهوت في قلب المطبخ وكده، فغيروا لي معالم المطبخ خالص. فمش عارفه احط الغساله بتاعت الاطباق بتاعتي فين. بصوا بوريكم ده الاكل اللي كان اتفضل مننا يعني وكده. فطبعا طالما الاكل بات ما بيرضوش ياكلوا منه تاني يوم، مع ان الباميه لما بتبات بتبقى جميله يعني. وبالذات ياسمين يعني. مسكت المواعين كده بتاعتي غسلتها كده، ما خليتش ولا معلقه في الحوض زي ما انتم ما شايفين كده. وكنت طلعت وكنت عملت كوبايتين شاي ساده كده ليا انا وجوزي وشربناهم وخلاص، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. ده بقى ايه؟ دول حبه الباميه اللي انا بقول لكم عليهم ان هم ايه، كانوا كبار. وفصلتهم كده من الباميه الصغيره اللي كان جايبها لي، وخليتهم دول ايه اعملهم يعني لوحدهم كده في يوم تاني. والعلبه دي طبعا صديقه العيله كده، تحس ان هي ايه موجوده في اي حته، في اي مكان احنا موجودين فيه لازم تبقى موجوده فيه. ليه بقى؟ عشان خاطر بيبقى فيها مسامير وبيبقى فيها العده وكده. انا عايشه كده اهوت في حاله طوارئ كده اليومين دول. ركب لي والنبي اشرف كذا. طب حاضر، ممكن يطلع مصارينا عقبال ما يركبها لي. يعني مثلا ايه، بص هقول لكم، الشفاط ده والفرن ده، الفرن ده غاز. انا بحكي لكم على مأساتي يعني مع الشقه الجديده. الفرن ده غاز، عشان جوزي يركبه لي. بيقول لي لازم بتاع الغاز هو اللي يجي يركبه. فحالي واقف طبعا، وعشان يتركب لازم يتقفل من حواليه ألموتال. انتوا فاهمين؟ فطبعا كل حاجة واقفة على حاجة، وكل لما اجي انضف الحاجة التانية تتوسخ. تعالوا بس نعلق على الاول على المقطع ده.
آه، اليوم اللي هو بتاع الباميه ده طبعا انتوا عارفين تاني يوم ياسمين بنتي مش قدرت تاكل اكل البيت يعني وكده. فالصراحه نزلت مع جوزي كنا بنشتري شويه طلبات من تحت كده، لقيت البتنجان ده كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات زغنطط كده خالص قد الصباع الصغير كده، عارفين صباعكم الصغير بتاع كف ايديكم. هو باين في الصوره ان هو كبير لكن لا مش كبير ولا حاجه. بصوا الكيس ده كيس كرنب كده كنت مطلعاه من الفريزر، بس الوقت ما اسعفنيش ان انا اعمله في نفس اليوم، عملته في يوم تاني يعني. عملت شويه سلطه كده بردك، وطلعت كيس شوربه من الفريزر بتاع لحمه، وحطيت عليها مكعب مرقه. وفي الوقت ده ما كانش جوزي كان لسه جايب لي تقريبا الصلصه. وكان جوزي بقى كان جايب لي فراخ بانيه كتير، فكان جايبها مش حلوه يعني، نقيت الحتت الحلوه اللي هي اللي تنفع تتعمل فراخ بانيه، عملتها فراخ بانيه. والحتت التانية هوريها لكم انا عملتها ايه. بصوا الصوابع تبان كبيره في الكاميرا، لكن هو صغنططه جدا جدا جدا. عارفين بتاع اللي هو المقوار كان بيخش بالعافيه كده في البوز بتاع انا قورته لوحدي، بس صراحه ياسمين لما جت يعني من بره ساعدتني في الحشو بتاعه. بس بيبقى مسكر كده، عارفين بتقزقزوه كده زي الايه ملبس، فبيبقى حلو جدا، احنا بنحب المقاس ده. وياسمين حطت حبه صوص كده من بتاع المحشي، بيبقى حقيقي وجميل، وبيخلي المحشي سبايسي كده وبيخليه حلو. بس تعالوا بقى اقول لكم انا اشتريت ايه من عند ماهر. نزلت عند ماهر، كنت عايزه اصور لكم فيديو حلو هناك لانه بينزل حاجات جديده. فالصراحه انا زعلانه منكم عشان انتوا مش بتعلقوا لي على الفيديوهات خالص، شجعوني كده بتعليقات وانا اعلق لكم، اصور لكم هناك يعني وكده اهوت. اشتريت ايه من عنده. اشتريت الرف ده، وهقول لكم اشتريت ايه تاني. الرف ده انا اشتريت يعني، انا اصلا نقيت رفين كده اهوت فوق بعض، مستطيلين كده. فاقول ياسمين ده اللي هم الرفين اللي هم المستطيلين دول مش هياخدوا مكان، اخدهم احسن من ده. ياسمين صممت ان انا اخد ده، وباباها متعفرت كل شويه عمال يقول لي كفاياكي مشتريات، كفاياكي الشقه اتخنقت، كفاياكي ما بقيناش لاقيين حته نحط فيها الحاجه. فكل ما يلاقيني بجيب حاجه بيتخانق معايا. فانا جايباه عشان قلت مثلا ايه، عشان احط عليه الراديو. قلت مثلا احط عليه حاجه يعني حاجات بتاع التوابل، ازازه الزيت والخل، كده يعني. بس ايه يعني انسقه معاكم كده، انا عماله احط واشيل. قلت احط عليه الزرع عادي جنب الراديو بس ما نفعتش. قلت احط الكوستر ده عليه، بس قلت ايه احط الكوستر، خلاص الكوستر مش هينفع يتحط عليه حاجه تاني. فعماله انسق كده ايه، وحاسه نفسي ان انا هبقى نظيفه يعني، ان انا خلاص ان انا خلصت شقتي، وان انا خلاص هنضف بقى والدنيا هتبقى رايقه. هتشوفوا المقطع الجاي الكارثه اللي حصلت. اصبروا بس، غطوني وصوتوا. بس قعدت انسق كده اهوت وايه. كنا في الوقت ده كنا جايين من عند ماهر، بس كنا جايين جعانين وايه، وقلنا نعمل اكل وكده، هوريكم نعمل ايه. والكوستر ده آه كان يعني علن عنه بردك في الريلز بتاعه ب10 جنيه، فباين في الريلز ان هو كبير جدا. انا رحت اتفاجئت ان هو صغنطط جدا يعني، حتى الحته المدوره اللي هو اللي هي على جنب دي ما يتحطش فيها مج. ف10 جنيه قلت اجيبه وخلاص، مش مشكله اجيبه وخلاص. وشبت فيه كده اهوت وايه وجبته. بصوا بقى الرف بعرفكم هو كان بكام. الرف كان ب130 جنيه. الرف اللي انا كنت منقياه كان ب70 جنيه، اللي هو الايه مستطيل كده يعني، رفين فوق بعض بس عاملين زي ايه، زي الرف بتاع الحمام كده. بس قالت لي لا يا ماما ده وحش، ده شكله وحش، ده اللي احلى. قلت لها ماشي يا ستي ياسمين، رحت جايباه وملبيه لها طلباتها. وقعدنا بقى ننسق فيه كده اهوت، بس ايه جينا موحوحين من الجوع. فقالت لي ايه، قلت لها انا شايله حبه بانيه، كان البانيه اللي باباها جايبه وكده، كان في حتت مقطعه كده ما كانتش نافعه بانيه خالص. فاللهم صل على النبي، راحت قالت لي ايه، قالت لي طب يا ماما هساعدك وكده ونروح نعمله. حمرنا حبه بطاطس كده وعملت لها شاورمه فراخ. الصراحه قعدت تقول لي طعمها حلو جدا. وجت هي كانت جايبه كاتشب، وكانت جايبه فينو عيش، عندنا عيش بيتباع حلو قوي. فالصراحه رحت مقطعه لها الحاجه، ورحت متبله لها البانيه اللي هو الشاورما دي، وقطعت لها كل حاجه وحطيت لها كل حاجه. كنت حاطه بصل يعني، بس انا ما جبتش المقطع بتاع البصل ده. وحطيت لها الطماطم دي. وبعدين كنت تعبت بقى خالص، كنا لفينا كتير عندي في حلوان وكده، كنت جايه تعبانه انا وهي. فقلت لها انا خلاص بقى مش قادره بقى افطني كده يا ياسمين، انا تبلت لك الشاورما وحطيت لك كل حاجه، يا دوبك هي عايزه تاخد تقلبتين كده. وكنت حطيت بردك قرن فلفل حامي كده. و... ورحت طالعه بقى، رحت طالعه وسبتها ايه تكمل الاكل. بس تعالوا بقى شوفوا همي الحته دي. المكان ده كان ايه، المكان ده كان مكان رف بضرفه. وكان فيه حته رخامه زي اللي انتوا شايفينها دي، زي اللي محطوط فيها اللي عليها الفرن دي. ف
جيت ادخل المطبخ من البلكونه، المطبخ عشان عرضته ما جابش سعر خالص. وبعدين كنت عايزه جوزي يعمل لي مطبخ تاني جديد، وجوزي اصلا هيعمل مطبخ لياسمين. فقلت جوزي هيعمل لي انا مطبخ ولا هيعمل لياسمين مطبخ؟ لا طبعا ياسمين اولى. فسالت الصراحه على سعر المطابخ، اتصدمت من السعر. وبعدين انا كنت عارضه المطبخ بتاعي اصلا الالموتيل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده على النت، فما جابش حاجه خالص، عايزين ياخدوه بالبخس كده. بصوا بقى المنظر. هقول لكم بقى ايه اللي حصل. بلف بقى في الغساله بالغساله بتاعه الاطباق بتاعتي في المطبخ، مش عارفه احطها فين خالص. فاضطرينا نكسر اللي هو الرف اللي هو برخام ده. طبعا انتوا شفتوا الرف اللي برخام، وانا بفرش الشقه يعني كنت مليان اللي هو المنظمات، وكنت حاطه فيه الحاجات دي كلها. اللي بتاع اللي هو السباركل ده لقيته تحت الحوض، ياسمين حطه لي تحت الحوض. فخفت الصراحه احسن يجيله ميه او يجيله، هو كان الكيس كان مقفول يعني، بس لقيته طري كده. فانا مستعملتوش اصلا من ساعه ما جوزي جابهولي، لاني من ساعتها وهي الغساله متشاله. فاللهم صل على النبي، قلت اروح احطها في الكنجي ده. قلت يعني يسونه كده عقبال ما ايه، عقبال ما ابقى اشوف له علبه او مكان او كده احطه فيها. رصيته كده في بتاع الازاز دي، ورحت قافله عليه. قلت ايه عشان خاطر لحسن يجيله ميه او حاجه يبوظ. بس تعالوا بقى شوفوا بلوتي اللي انا يعني دي، معلش بقى، ده باسكت الكمامه كده عزكم الله. والاكياس دي اكياس كده اهوت، يعني اكياس نضيفه يعني. واللي هي الوزره دي اللي انا ايه، اللي جوزي شالها لي من تحت الغساله بتاعت الاطباق. لان كان رف، كانوا الناس كانوا كانهم بانيين عماره، كانوا حاطين تحت الغساله دي طوب وصبه ورمل. الحقنه دي ايه، الابواب عندنا بتزيق. فقلت لجوزي والنبي يعملها لي بالزيت. فملالي الحقنه دي، كنا واخدين حقنتين كده انا وهو النهارده عشان نعرف نشتغل كده. وملالي الحقنه دي زيت كده، وراح ايه، راح مزيت لي بيها الابواب. بس فرحت مدخله بقى ايه اللي بتاع المطبخ ده، كان من ساعه ما انا معزلت وهو في البلكونه. المطبخ اتبهدل خالص الصراحه، واتملى تراب. وقلت له بتاع الشمس هتاكله، وانا عرضته على النت فما جابش حاجه خالص. فقلت لا، انا هفضل بقى ايه لغايه ما حد يحن عليا وياخده. بصوا بقى اللي بتاع بعرفكم اللي بتاع المحبس ده. بيقول لي الراجل كان كسره، الراجل اللي كان قاعد في الشقه بتاعتي. بيقول لي بكام المحبس؟ ب 600 جنيه، لانه هو محبس عمومي. فكنت غاسله بقى المواعين بعد الاكل كده، بس قال لي فضلي بقى الضرفه اللي هي ده حبه لسان عصفور كده كنت عاملاهم جنب الاكل. طبعا كانت حوستي حوسه. وقال لي كنت عامله لها ياسمين حبه محشي كده. كنا غاليين لبن بردك زي ما انتم شايفين. وطلعت بقى كل المنظمات بتاعتي دي كده عشان هو اكسر اصلا الضرفه اللي هي اللي اتحط فيها الغساله بتاعت الاطباق بتاعتي، ما لقيتلهاش مكان خالص. فلفيت بيها في المطبخ كله ما لقيتلهاش مكان. وجيت بقى عشان خاطر اخرج الفيشه من الخرم بتاعها زي ما كانت محطوطه قبل كده، يعني زي ما احنا ما كنا قاعدين. لقيت جوزي مخرج الخرطوم بتاع الغاز. هو كان خارم لي خرطوم، الخرطوم ده آه، يعني خرمهولي المفروض مكانه فوق. بصوا انا بوريكم مكانه كان فوق اهو. راح حطهولي في المكان اللي تحت، المكان اللي تحت اوسع من المكان اللي فوق، عشان كانت بتنفد منه الفيشه بتاعت الكهرباء بتاعت الغساله بتاعت الاطباق. فقال لي مش مشكله، ابقى اشيل الخرطوم بتاع البوتاجاز تاني، وابقى ادخلك الفيشه بتاعت الغساله، وابقى ادخل الخرطوم بتاع البوتاجاز من فوق في الفتحه بتاعته. انتوا مستوعبين كميه التعب اللي انا فيها، مستوعبين كميه عدم الراحه اللي انا فيها. ده بقى الفرن الغاز اللي انا بقول لكم انا بدلته كده بالفرن اللي انا كان عندي. برضك لازم بتاع الغاز يجي يركبه. والضرفه دي واقعه، عمال اقول لجوزي هات بتاع الالوميتال، بيقول لي انا كل ما اعدي عليه اقول له اطلع لي، يقول لي حاضر اطلع لك، وما بيطلعش. والضرفه دي عشان يطلعها اضطريت ان انا اشيل المقابض بتاعتها كلها واخلع من المقابض عشان اطلعها بره، لاني خلاص اصبح ملهاش مكان عندي في المطبخ. فحوستي حوسه ولوستي لوسه ومش عارفه اعمل ايه. غيروا لي معالم المطبخ، يعني غيروا لي معالم المطبخ عشان هم عملوا رخام داير ما يدور كده في المطبخ كله. فغيروا لي يعني راميين شوالين رمله كده. بس هم على باب الشقه جوزي طلعهم. وزادت وغطت بقى جوزي بتاع العربيه بتاعته، جابت ايه عمره. فطلع لي كل حاجته من العربيه حطها لي على قدام باب الشقه. والشنيور ده بقى والحاجه دي بتاعت الراجل بتاع التكييفات لسه ما جاش لغايه دلوقتي. صراحه هلكنا جدا انا وجوزي الصراحه قبل ما دخلنا المطبخ ده. والرخامه تقيله جدا وتعبت جدا، وزي ما انتم ما شايفين كل ما اروق المطبخ. شفتوا المقطع اللي فات؟ فخليكم معايا كده عشان تشوفوها مني.